وهذه تجاراتكم اتركوها، اتركوا كل شيء. في مقابل ماذا؟ في مقابل الدين. في مقابل ماذا؟ في مقابل العقيدة. في مقابل ماذا؟ في مقابل لا إله إلا الله محمد رسول الله. بالكاد قليل منا هو المستعد لأن يترك كل شيء في سبيل الدعوة وفي سبيل الدين وفي سبيل العقيدة. لكم أن تتخيلوا أن رجلا قام وسط الناس يدعو ويقول لا إله إلا الله، ومنذ أن جهر بها والأعداء يطوفون حوله يريدون أن يقتلوه. لماذا تريدون أن تقتلوه؟ نحن نريد أن نتخلص منه لأنه سفه آلهتنا. هيا إلى مكة، بلد ظلوم غشوم ملأ بالأصنام، 360 صنم يعبدون من دون الله. إذا ما أردت أن تسأل عن النساء فوأد البنات، إذا ما أردت أن تسأل عن العدل فهو الظلم، إذا ما أردت أن تسأل عن العصبية فهو الأخذ بالثأر، إذا ما أردت أن تسأل عن الزنا وعن البغي ففي مكة كان هناك ما يسمى بأصحاب الرايات الحمر، بيوت كان يعلوها رايات حمر. هذه بيوت زنا وبغاء. ولد في مكة بذرة طيبة سميت محمدا بعد أن تصلوا عليه. قبل أن يكون رسولا، منذ أن ولد إلى أن وصل 40، ولاحظ معايا هذه الجملة: إذا ما سألت عن محمد في مكة قال لك الجميع، اتفق الكل. إذا ما سألت عن رسول الله قبل أن يكون رسولا، منذ أن ولد حتى أن وصل 40 سنة، قالوا لك محمد شاب صالح ذكي أريب أمين صادق. ده الإنسان الصالح. في فرق بين محمد ابن عبد الله قبل النبوة ومحمد رسول الله بعد النبوة. كل المكيين، كل قريش، كل الناس اجتمعوا على أمانته، واجتمعوا على صدقه، واجتمعوا على وفائه، واجتمعوا على كل شيء من خصال الخير في محمد. ولكن لما جاء راء بلا إله إلا الله وأصبح محمدا رسول الله، قالوا عليه كذاب أشر، قالوا عليه مجنون، قالوا عليه شاعر. الناس يحبون الصالح ولا يحبون المصلح. في فرق بين محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كان رجل صالح، ولكنه بعد أن أصبح نبيا أصبح محمد المصلح. لذلك اجتمعوا في دار الندوة سرا. اجتمع الكبراء، كبراء مكة وأسيادهم، اجتمعوا على قتل رسول الله والكل يعلم. قال أحدهم: علينا أن نحبسه في منزله. وقال الآخر: لا، بل أنا أرى أن ننفيه خارج مكة. ثم قال أبو جهل عدو الله وهو في حضرة إبليس، قال: لا، أما أنا فأنا أرى أن نقتله، ولن نقتله نحن فقط، بل سأقوم أنا بعمل دعوة إلى كل القبائل، فكل قبيلة ترسل إلينا شابا جلدا نعطيه سيفا بتارا، ثم ندخل على محمد إذا ما خرج لصلاة الصبح أو الفجر نضربه ضربة رجل واحد فيتوزع دمه بين القبائل،
فلا يستطيع بنو هاشم أن يأخذوا بثأره، وهكذا نتخلص من محمد. لما قال هذا عدو الله، قام واحد من الجلساء وقال: إذن لا تخبروا أحدا بما قلناه، اجعلوا محضر هذه الجلسة سريا فيرد الله عليهم بعد أن توحدوه، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بل إن الله أرسل جبريل الروح الأمين إلى الأمين محمد صلى الله عليه وسلم بمحضر الجلسة. كل اللي قالوه في الجلسة الخبيثة وصل إلى رسول الله. قال جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يخرجوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نعم، هكذا كان محضر الجلسة. وهنا نأتي لسؤال: الكل يعلم قصة الهجرة والكل يعلم قصة الغار، لكن سألخص لكم القصة في سؤالين. السؤال الأول: هل كان رسول الله والبخيل من لم يصلي على حضرته يعلم بالهجرة؟ نعم، كان يعلم بها. ماذا تقول؟ نعم، كان رسول الله يعلم بالهجرة حتى قبل أن يكون نبيا. ما دليلك؟ أتتذكرون غار حراء عندما كان يتعبد فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم نزل عليه جبريل يقول له: اقرأ. يقول: ما أنا بقارئ. اقرأ ما أنا بقارئ. اقرأ ما أنا بقارئ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى نهاية الآية. ثم يضمه جبريل 3 ضمات، فيخاف رسول الله والبخيل من لم يصلي على حضرته، فيعود إلى بيت السيدة خديجة فيقول لها: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فلما قص عليها القصص قالت له خديجة: يا محمد، والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتقري الضيف وتعين على نوائب الدهر. ثم أخذته من يديه الكريمتين إلى ابن عمها، إلى ورقة بن نوفل. ورقة بن نوفل هو ابن عمها، وكان قارئا لكتب أهل الكتاب، وكان على الدين الحنيف السمح. كان هذا حنيفا موحدا من بقايا دين إبراهيم. فلما قص عليه رسول الله القصص قال: يا محمد، إن ما تقوله إنما هو هذا الناموس الذي جاء به موسى عليه السلام، وستكون أنت نبي آخر الزمان. ووالله لو كنت حيا إذ يخرجك قومك من بلدك. اسمع لدين، قال له: سيخرجك قومك من بلدك. فقال له: أوهم مخرجين؟ هم هيطلعوني فعلا؟ قال: نعم، وأدعو الله أن يطيل في عمري حتى أعيش منذ أن تكون أنت نبي. لذلك إجابة السؤال الأول: إن الحبيب كان يعلم أنه سيكون رسولا لهذه الأمة. اللي معاه طفل صغير يجعله بجواره حتى لا يختلف. بعد ذلك لما جئنا إلى هجرة حضرته والبخيل من لم يصلي عليه، السؤال الآن: ماذا نتعلم من هجرة رسول الله والبخيل من لم يصلي عليه؟ أول درس من دروس الهجرة حب الوطن. كثير منا في زماننا إذا ما أراد
أن يظهر حبه لوطنه هاجمه الكثير وقالوا له: أنت تطبل. لا، أقول لكم إن أول من أحب وطنه بصدق كان من؟ كان أشرف الخلق والبخيل من لم يصلي عليه. تخيل أن الوطنية التي يسب بها البعض الآن هي وطنية إن كانت صادقة. أنا أتحدث عن الوطني الصادق لوطنه. تسألني من الوطني؟ أقول لك إنه رسول الله والبخيل من لم يصلي على حضرته. اسمع، سيدنا النبي وهو يخرج من مكة مطارد من قومه ينظر إلى مكة ويقول: والله يا مكة، اسمع إلى الوطني، والله يا مكة إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. يا مكة أنت أحسن بلد عند ربنا، وأنت أحسن بلد عندي وفي قلبي، بس والله يا مكة إن أهلك هم اللي طلعوني، والله لولا هم طلعوني أنا ما خرجت يا مكة. لذلك بلدي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ظنوا علي كرام. الشاعر بيقول لك إيه؟ نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يعشقه الفتى، وحنينه دوما لأول منزلي. لذلك اسأل الناس اللي بتسافر برا تروح تشتغل، اسأل الناس دي وقول لها قيمة البلد دي ايه. حتى لو شغال وبيقبض ملايين وهو هنا ما كانش لاقي الأكل، ما كانش لاقي ياكل، يقول لك ولا يوم من أيام ما كنت في بلدي. ليه؟ لأنه حب الوطن فريضة، حب الوطن من الدين. اسأل أي واحد وهو مغادر ومسافر، قول له أصعب لحظات حياتك، يقول لك وأنا بسافر حسس إن روحي بتنسحب مني، وأنا جاي ببقى مش عايز أطير في طيارة، ده أنا ببقى عايز أطير أنا في الهواء. هو ده كان سيدنا النبي. لذلك سيدك بعد أن تصلي عليه لما استقر له الحال في المدينة، قم سيدنا بلال الحبشي اللي هو أصلا من الحبشة لكنه اتولد في مكة وتربى في مكة، كان يعشق مكة، فكان يأتي بجوار سيدي رسول الله ويبكي ويقول شعرا وحنينا في مكة، فيبكي بجواره رسول الله ويقول له: يا بلال ارحمنا، يا بلال ارحمنا ولا تحرك قلوبنا إلى مكة. لذلك حب الوطن عمر ما كان تطبيل، ولكن حب الوطن وفريضة فرضها الله على الإنسان. علمتنا الهجرة أن داعية واحدا مخلصا إلى الله يفتح به قلوب العباد. تخيل كم الخطباء، وتخيل كمية المساجد، وتخيل كمية المشكلات اللي الناس بتعملها، وتخيل كمية البغاء، وتخيل كمية الزنا، وتخيل كمية الربا، وتخيل كمية الإعراض عن الله. تخيل داعية واحد، أنا بسميه الداعية المظلوم في الإسلام. لما أجي أقول مين أطهر واحد بعد سيدنا النبي، ابن الصغير قبل الكبير يقول لي سيدنا أبو بكر الصديق. لكن لما نيجي نتمعن في سيرة حضرة سيدنا النبي نلاقي إن فيه راجل قامت على كتفيه الدعوة. الراجل ده كتير جدا من اللي قاعدين لم يعرفوا عنه شيء، لكن لو سألت سؤال للناس وتجاوب بقلبك: من هو أول سفير في الإسلام؟ أنا قصدي على الراجل ده. طب مين هو أول خطيب في الإسلام؟ هو ده اللي في دماغك ده. طب مين هو أول من أقام الجمعة في الإسلام؟ هو ده. أنت تقصد مين يا سيدنا؟ أنا أقصد سيدنا وسيدكم سيدنا مصعب بن عمير. مصعب بن عمير يا أخواننا كان شاب مطرف في مكة، ولما أسلم لله ولرسوله بعد أن تصلوا على حضرة النبي، أمه غضبت منه غضب شديد وذهبت إليه، وكان يعشق أمه عشقا كبيرا. كل واحد بيحب أمه، لكن سيدنا مصعب كان بيحب أمه حب شديد. لذلك الكفار استخدموها علشان يعرض عن دين الله. راحوا لها
وقالوا لها شوفي مصعب لقد صبئ مصعب. قوم اسمع لسيدنا مصعب، أمه باللي بتحبه راحت له بتقول له يا مصعب أنت تعلم أني أحبك يا ولدي، واللات والعزى إن لم تعد عما في رأسك ما مشطت شعري. أنا مش هسرح شعري ولا هستحمى أبدا، ولن آكل طعاما أبدا ينزل في جوفي، وما هاكلش لقمة يا ابني تنزل في بطني أبدا، ولن أشرب شربة ماء ولا هشرب شربة مية يا ابني أبدا، ولن أستظل بظل، وهفضل قاعدة كده يا ابني في الشمس أدعي عليك أقول يا لات يا عزة انتقمي من مصعب. قوم سيدنا مصعب ده راجل اتربى في حجر مين؟ صلوا على سيدنا النبي. قوم سيدنا مصعب يبكي بكاء شديدا ويقول لها يا أماه أنت تعلمين أني أحبك حبا جما، ولكن يا أماه والذي بعث محمدا رسولا والله لو كان لك ألف نفس وخرجت منك روحا، يعني لو لك 1000 روح وهتطلع منك واحدة على أن أترك أمر محمد والله ما تركت أمر محمد أبدا. شوف الإيمان، الهجرة تضحية، الهجرة يقين، الهجرة ثقة بالله وبنصر الله، إلا تنصروه فقد نصره الله. لذلك سيدنا مصعب ده هو من أوائل المسلمين، بل هو حامل لواء التوحيد. تخيلوا كده أول سفير في الإسلام، لما واحد يجي يقول لك مين الدولة اللي اخترعت نظام السفراء ووزراء الخارجية، أقول لك الدولة الإسلامية. طب ومين اللي اخترعها؟ أقول لك سيدنا النبي، هو اللي ودى سيدنا مصعب. بيعة العقبة الأولى جاء 12 رجلا من الأوس والخزرج من المدينة، 12 واحد جو كده في بيعة العقبة الأولى، قعدوا مع سيدنا وسيدك النبي، قعد يكلمهم عن الإسلام، ربنا فتح بيهم القلوب للإسلام. فالناس وهي ماشية من رحلة الحج قبل الإسلام، الناس كانت بتحج، فقالوا لسيدنا رسول الله يا رسول الله أوما ترسل معنا أحدا يعلمنا أمور الدين؟ إحنا عايزين حد يعلمنا الإسلام، عايزين نعرف نصلي إزاي ونصوم إزاي ونزكي إزاي ونقرأ القرآن إزاي ونسمع الكلام الطيب بتاعك ده يا سيدنا. قوم سيدنا النبي ما بعتش معاهم سيدنا أبو بكر ولا عمر، لا ده نجى واحد حلو اللفظ والمنطق، نجى سيدنا مصعب. سيدنا مصعب مشي معاهم وكانوا 12. يغيب سيدنا مصعب ويقولوا في السير، في مادة السير كده عندنا بندرسها، يقول لك ذهب مصعب إلى يثرب قبل هجرة رسول الله. اسمع بقى الكرامات بتاعت سيدنا مصعب. فكان أول سفير في الإسلام، وأقام أول جمعة في المدينة قبل الهجرة، عمل أول صلاة جمعة، وكان يطوف على بيوت أهل المدينة يعلمهم أمور الدين ويدعوهم. قم ربنا عز وجل عشان هو كان راجل داعية صادق مش زينا كده، يا رب نسألك الصدق، يدخل الإيمان في قلب مين؟ في قلب سيدنا سعد بن معاذ اللي هو سيد الإيه؟ سيد الأوس. تخيل كده العمدة بتاع يثرب المدينة كلها، أقوى واحد وأغنى واحد، يقعد بس مع سيدنا مصعب يقول له حدثني عن الإسلام. قم سيدنا مصعب يقول له طب استمع كده، ويقرأ سيدنا مصعب، يا سلام لما القرآن يطلع طيب كده زي ما كان بيقولوا سيدنا النبي. قم سيدنا سعد بن معاذ يستلذ بطعم القرآن ويقول له والله ما أجمل هذا الكلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أدي ده سيدنا سعد بن معاذ اللي اهتزت ليه عرش السماوات، هو ده كان السبب في دخول الإسلام سيدنا مصعب. قم يسكت كده، لا يسأل عن الخزرج، جماعة بيحاربوا مع الأوس، مين الكبير عندكم؟ يقولوا له احنا الكبير بتاعنا واحد اسمه سيد بن خضير. يروح سيدنا مصعب يقعد معاه يحدث عن الله، وما أجمل الحديث إن كان الكلام عن الله، يقعد يكلم عن الله، وحد الله يا أخي، لا إله إلا الله. قم سيدنا أسيد بن حضير أجمل صوت قرآن، قم لما يسمع الكلام ده يقول يا الله ما أجمل هذا الكلام، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يسيبه يدخل على سيدنا أسعد بن زرارة، صحابي من صحابة رسول الله، كان رجل كافر في المدينة، والمدينة كانت مليانة منافقين، وكانت مليانة كفار، وكانت مليانة يهود.
وكانت أرض بلاء وابتلاء وأمراض وأوبئة. يدخل سيدنا مصعب يتكلم بصدق، قوم الكلام يطلع من القلب للقلب. قوم يرجع سيدنا مصعب بن عمير بعد ما خلى أغلب بيوت المدينة تقول لا إله إلا الله فقولوها. يرجع بعد السنتين في بيعة العقبة الثانية إلى حضرة رسول الله. هو مش هيرجع بال12، لا، ده رجع ب72 واحد مسلم وموحد وعارف أمور الدين. هم دول اللي قام على أكتافهم كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقول ما تسمعون وأستغفر العظيم لي ولكم فاستغفروه فقد أفلح المستغفرون. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى. اللهم صل عليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله. البطل الثاني في الهجرة هو الرجل الذي عذب للعقيدة. تخيل كده إن سيدنا الإمام أحمد بن حنبل في فتنة القرآن لما المعتصم مسك وقال له أنا عايزك تقول بس كلمة، قول إن القرآن مخلوق. سيدنا أحمد كان راجل ضعيف زي حالاتي كده، كان راجل ضعيف جدا، فلما كان يتضرب ما كانش هيقوى على الجلد. المهم راحوا مسكوه كتفوه، وسيدنا أحمد بن حنبل كده هيتكتف وهيتضرب، وبعدين بص لقى واحد كده واقف جنبيه. الراجل ده كان حرامي لص. الراجل ده قالوا أنه جلد 20,000 جلدة بسبب السرقة. كل يوم يتمسك بيسرق، مرة هنا عنزة، مرة بيت، مرة يمسكوه يجلدوه 20,000 جلدة. سيدنا أحمد الخوف دب في قلبه، لكن لسانه ثابت على الدين. قوم الرجل اللص ده اللي بيتجلد الجلد أكثر من 20,000 جلدة في حياته قال يا إمام اسمع، لما النصيحة تطلع من واحد اسمع. قال يا إمام والله لقد جلدت في معصية الله أكثر من 20,000 جلد، أثبت فإنك إن جلدت ستجلد في طاعة الله. يقول له ده أنا اتجلدت عشان حرام، أنت بتجلد عشان أقول لا إله إلا الله. الراجل الثاني معايا في الهجرة اللي هو مين؟ اللي هو سيدي وسيدك، ده سيدنا عمر قال سيدنا عليه، اللي هو مين؟ اللي هو سيدنا بلال. تخيلوا ان سيدنا بلال عبد، لا بقى لا عيلة ولا عشيرة ولا أصحاب، ده راجل عبارة عن راجل خدام عبد آبق ليس له أي شيء من نفسه. تخيلوا سيدنا النبي عنده عشيرة، عنده ناس وعنده أهل، وسيدنا أبو بكر عنده فلوس وعنده عشيرة، سيدنا عمر عنده وعنده، كل الناس عنده. إنما تعالوا للغلبان، تعالوا للكحيان ده، تعالوا للرجل الجميل الطيب ده، تعالوا للعبد ده. سيدنا مين؟ سيدي بلال، اللي لما سيدنا أبو بكر اشتراه قم سيدنا عمر يدخل على سيدنا النبي يقول له إيه؟ لقد أعتق سيدنا سيدنا. شوف سيدنا عمر مؤدب إزاي؟ بيقول لسيدنا محمد يا سيدنا لقد أعتق سيدنا اللي هو أبو بكر رضي الله عنه، أعتق سيدنا بلال. يا عم ده بلال ده حبشي، ده اسمع القصة. بلال كان شغال خدام عند أمية بن خلف عليه اللعائن. أمية ده في الدرك الأسفل من النار. أمية عرف إن سيدنا بلال يقول لا إله إلا الله، ده كان بيقطع من جلده وكان بيتفنن في تعذيبه. يأتي به على الرمضاء، ومكة الناس اللي في السعودية عارفة درجة الحرارة في مكة إزاي. لو عندنا في مصر 40 هناك بتبقى 50 وحرارة. يجيبوه عريان على رمضاء مكة، ثم يصبوا على جسده ماء بارد، عذاب. وسيدنا بلال يقول أحد. تخيل إن كلمة ترعب الكفر، كلمة واحدة بس الكلمة مش طالعة زي ما طالعة مني كده، لا، ده سيدنا بلال بيقولها بس القلب بيقولها والله مش اللسان. هو يقول أحد، وأمية يستشيط غضبه يقول له أيها العبد الآبق لا تقولها. يقول أحد. ضربوه ضرب شديد حتى كاد لا يستطيع أن ينطق كلمة، مش قادر يتكلم. قوم يعمل إيه؟ يعمل لهم بإيده كده، قال يعني برضو إيه؟ أحد حتى كسروا له أضلعه، مش لاقين حاجة، كسروا له ضلاعه، كسروا له إيديه. وسيدنا بلال يقول أحد. لذلك الهجرة دي كانت قوة ثبات، كانت قوة عزيمة. علمتني الهجرة
إن أنت لازم يكون لك صاحب، حتى لو أنت كنت رسول الله سيدنا محمد. يا جماعة تخيلوا إن سيدنا محمد وهو رسول ونبي ومن أولي العزم، لكن برضه كان لازم يكون لك صاحب. الهجرة كان لازم يكون لسيدنا النبي صاحب. الهجرة علمتني إن لازم البيت كله يكون لله، ما يكونش جزء من البيت بس لله. لما نروح نخبط على بيت سيدنا أبو بكر ونقعد معاه نسأله سؤالين، نقول له أنت البيت بتاعك أيام الهجرة كان عامل إزاي؟ استمعوا إلى السيدة عائشة وهي تقول عن أبيها. السيدة عائشة كانت لسه صغيرة في السن، تقول: أطرق الباب علينا رسول الله. اسمع، أطرق الباب مفعول، أطرق الباب علينا رسول الله. سيدنا النبي أطرق الباب، خبط على الباب، فلما فتحت الباب قال: نادي أبوك، نادي لي أبوك. شوف سيدنا أبو بكر طالع وأبوه كافر جوه، أبو قحافة ده أبوه كافر، راجل كان ضرير أعمى. سيدنا النبي قال كلمة واحدة. سيدنا أبو بكر كل يوم يقابل سيدنا النبي يقول له: يا رسول الله الهجرة الهجرة. يقوم سيدنا النبي يقول له: يا أبا بكر هون عليك، لعل الله يجعل لك صاحبا، اصبر اصبر تاخد حاجة حلوة، يمكن ربنا يجعل لك صاحب. يقوم سيدنا النبي يروح لبيت سيدنا أبو بكر يخبط وينادي على سيدنا أبو بكر، ويقوم سيدنا أبو بكر يطلع له ويقوم يقول له: يا أبا بكر الهجرة الهجرة. سيدنا النبي بيقول له الهجرة، يقوم سيدنا أبو بكر يقول له: الصحبة الصحبة. السيدة عائشة في كتب السير كده تقول: والله ما رأيت في عيني أبي فرحا كما رأيته عندما أعلمه رسول الله بالهجرة. فرح جدا. يقوم سيدنا أبو بكر بيقول البيت كل سيدنا النبي. سيدنا أبو بكر أنفق ماله على سيدنا النبي مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة. يقوم سيدنا أبو بكر دخل جوا البيت، جاب كل الفلوس، كل حاجة كل حاجة، وجا مطلعها لسيدنا النبي: يا رسول الله أنا معاك، أنا معاك، وابن عبد الله معاك، وكمان بنتي أسماء معاك، والخدام اللي عندنا عامر بن فايرة كمان معاك، كل البيت معاك يا سيدنا النبي. لم يتبقى في المنزل إلا عائشة وجدها. ومجدها بيقول لها: أرى إن أباك قد نسانا، أبوك شكله كده طلع مع محمد صاحبه ده ونسينا. قالت: يا جدي أخذته وهو رجل أعمى، وجاءت عند حجارة تشبه العملة المال، ووضعت يده عليه وقالت: لقد ترك لنا مالا كثيرا. قال: إن كان قد فعل فقد صح، يعني طالما ساب لنا مال يروح زي ما هو عايز. لذلك خلي بالك يا اخواننا، اكبر مشكله بنعاني منها والله موضوع الصحابه. الاب بقى وقت مشكلته كل همه انه يوكل ويشرب، بفضل الله تلاقي ابنك بقى طولك وعضلاته بقى اطول، لكن والله الحل مش ولا بد، لان احنا ما بنبصش ولا ننتقل اصحاب لاولادنا. لذلك يقول لك الصاحب ساحب. لذلك ربك يقول لك في القران: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. لذلك سيدنا أبو بكر كان كل بيته لسيدنا النبي. سيدنا عبد الله بن سيدنا أبو بكر ده كان يطلع كده يجيب الأخبار لسيدنا النبي من مكة، يقولها لسيدنا أبو بكر وسيدنا النبي. ده كان شغال في الهجرة عند سيدنا النبي. السيدة أسماء، السيدة ذات النطاقين، تقطع اللبس بتاعها كده وتحط فيه الأكل وتتتبع. وسيدنا عامر بن فهيرة الرجل الراعي الفقير يمشي بالغنم كده علشان يعمي على آثار أقدام رسول الله هو وأبو بكر. تخيل إن بيت كامل يكون في خدمة سيدنا رسول الله. علمتني الهجرة أن المال ليس كل شيء، وأن الإنسان من الممكن أن يذكر عند الله إذا ما أخلص إلى الله. تخيل كده ربنا بيقولش على سيدنا أبو بكر إذ يقول لصاحبه. تخيل كده لما تقعد مع أولادك وانت بتقول لهم إذ يقول لصاحبه لا تحزن، وعندك عيل كويس كده حلو يقول لك: يا بايا هو مين صاحبه ده يا بايا؟ أنا عارف إن القرآن نازل لسيدنا النبي صلى عليه، أمال مين صاحبه ده يا بايا؟ وانت تقول له تقول له: ده صاحبه قصده على سيدنا أبو بكر. تخيل إن الصحبة ممكن ترفعك كده. الهجرة علمتني الفداء، إن الفداء يكون لمن؟ لوجه الله تعالى. تخيل شاب صغير فتي اسمه سيدنا علي بن أبي طالب ينام في مكان حضرة سيدنا النبي علشان معاه مال كان واخده من الناس أمانات. نتعلم من سيدنا النبي الأمانة ورد الأمانة. يا أيها الذين آمنوا إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لذلك الهجرة تعلمنا الدروس الكثيرة، وإذا ما أردنا أن نتحدث عنها لا يطيل بنا.
هذا المقام. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا توبة ترضيك عنا. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق أولادنا في امتحانات الثانوية العامة. اللهم زكهم يا رب العالمين واجبر بخاطرنا فيهم يا رب العالمين. اللهم يسر لهم كل أمر عسير يا رب العالمين وحقق لهم أمانيهم يا أكرم الأكرمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وأعد علينا هذه الأيام الطيبة بكل خير يا رب العالمين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.